طيب السلام عليكم. أول حاجة نترحم على الشهداء، وإن شاء الله ربنا يهدي النفوس، وإن شاء الله الشدة دي تعدي على خير. الحمد لله كلنا يعني أوضاعنا اتغيرت من الحرب دي جات، لكن هسي نتكلم الموضوع الأساسي عن الشبكة بتاع السوداني. بالنسبة للناس الشبكة السوداني ما شغالة عندهم، الشبكة السوداني واقفة في أغلبية المناطق في الخرطوم، وإن شاء الله يعني في حل بسيط. إن شاء الله نحن يعني عرفنا الشبكة السوداني بتقدر تشغلها كيف، وإن شاء الله الفيديو ده يفيدكم. طبعا هو تطبيق بتاع أندرويد، بيشتغل في الأندرويد. لحد الآن الآيفون يعني ما عرفنا، لكن إن شاء الله أي حاجة حنعرفها حننزلها. التطبيق عبارة عن إنه شبكة السوداني حاليا شغالة 4G بس، يعني أي شبكة تاني ما شغالة. التطبيق ده بيقوم بيعمل لك في بعض الأجهزة ما بتدعم 4G فقط، وأول حاجة شرط أساسي إنه يكون شريحتك بتدعم 4G وجهازك بدعم 4G عشان الشبكة تقدر تشتغل عندك. يلا نشوف التطبيق. أنا حخلي لكم الرابط بتاع التطبيق إن شاء الله في الشرح تحت، وإن شاء الله يعني كلنا مع بعض كده بنتشايل كده، أي زول عارف حاجة يفيد إخوانه. دخلنا التطبيق. طبعا دي الواجهة بتاعت التطبيق. انت اذا الاندرويد بتاعك اكتر من 11 هتدخل الخيار الاول، لو الاندرويد بتاعك اكتر من 11 هتدخل الخيار الثاني. طيب نحن ندخل الخيار الاول، هيظهر معاك بالشكل ده. طبعا انا ضابط الشبكة ما بحتاج، بس حوريك. اول حاجة بتختار المنفذ بتاع الشريحة بتاعتك وهنا في دي هتختار الشريحة السوداني، غالبا 1 ولا 2، هي عاملة هنا 0 1، 0 ياهو 1 و1 ياهو 2 هنا. هتدخل بعد ما اخترت المنفذ بتاع الشريحة، طبعا بيكون عامل معاك كده شايف هنا، بيكون مديك مكالمة الطوارئ. بعد ما تضغطها بتدخل هنا الخيار ده. دخلت الخيار ده هتلقاه اصلا هو هنا في الخيار التاني ده، هتلقاه اصلا في الخيار ده. انت هتقوم تعملها او هتلقاه في الخيار ده. هتقوم تعمله 4G فقط هنا، ترجعه نفس الضبط ده، وتعمل الجهاز وضع طيران وتفكه. يعني تنتظر دقيقة لدقيقتين هتشتغل معاك، وإذا ما اشتغلت معاك كرر تاني تلقائيا هتشتغل معاك. هي هتشتغل مضمونة، لكن إذا ما اشتغلت معاك حاولها مرة تانية وتالتة وإن شاء الله بتشتغل، وربنا يصلح حال البلد إن شاء الله، ونعدي الكربة دي على خير. شكرا.